السلام عليكم خوتي خواتاتي في كويزين دو شيف حليمه. اليوم ان شاء الله جبت لكم شطيحه تاع اللحم باللوبيا في الصلصه، ولا جواز تاع اللوبيا في الصلصه، ولا لوبيا قريني باللحم بقري، يعني بطريقه جد سهله وبسيطه يعني، ومقادير مضبوطه، طريقة عاصمية محضة. يعني شوفوا لاصوص تاعها كيفاش تجي عقدة مجمرة، الله الله عليها، جربوها ما حش تندموا عليها، راهي سهلة وبسيطة. دوك هكا ما نطولش عليكم، دوك نروحوا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. مشاهدة طيبة. هادو هما المقادير اللي رانا حنحتاجوهم في الجواز تاعنا. عندنا في المقادير تاعنا، عندنا هنايا اللحم البقري، الكميه كيما حبيتي، وما من نوعيه حبيتي ديري بقري غنمي، تقدري ديريها تاني بالدجاج، وكما تقدري تاني ديريها سان فيوند. عندنا هنايا حوالي 3 حبات بصل كبار مقطعين هكا كيما راكم تشوفوا. عندنا حبه طوماطيش متوسطه مقطعه دي بتيدي. عندنا هنايا حبه طوماطيش مرحيه في الاشواء ولا بالبغا ميكسور. هنايا رحيت حبه بصل صغيره مع مغرف صغيره تاع طوماطيش مصبره، وهذه مغرف تاع السمن. عندنا فريزي بيس نسحقوا العكري والفلفل الكحل والملح، هذا ما كان. هنايا برك نقول لكم على عفسه، الا درتوه اللحم درتوه غنمي ولا دجاج، ديروا مع لي زيبيس عود صغير تاع قرفه. مي اذا درتو الغنمي البقري سمحولي، البقري ما يحبش القرفه، سي بور سا هنايا ما درناش صافي في لي زيبيس، نكتفيو غير بالملح والفلفل الكحل والعكري، هذا ما كان. دوك نروح نشوفوا طريقه التحضير. مشاهده طيبه. هذه هي لوبيا الفصاصه، انا كانت عندي ديجا حطيتها في الفريغو، هاي نشوفوها بالتقريب. ها انا هاد اللوبيا الفصاصه واش حندير لها، حنحطها في شويه في الماء، نغليها في شويه تاع الماء ونخليها تغلي مده تاع 10 دقائق، ونطفي عليها ونصفيها. هكذا كيما راك تشوفوا حطيتها في كسرونه مع شويه تاع الماء وشويه تاع الملح، كيما قلت لكم نحطها فوق النار تغلي مده تاع 10 دقائق ونطفي عليها ونصفيها. هي في طريقه تاع التحضير حنديروها في طنجره تاع الطين اللي ديجا وريت لكم كيفاش لاستيس يعني اللي نديروها باش دنا لونغ دوري، يعني ما تشققناش من تحت. حاجه الاولى غسلنا القدره تاعنا ولا الطنجره تاعنا ولا الطاجين بالماء وخليناها تنقعد فيه شويه. من بعد هنايا واش درنا حوالي 4 مغارف كبار تاع الزيت، علاه اللوبيا مفصصه تحب تكون عايمه بالزيت تاعها. عندنا هنا نسحقوا معاها مغرف كبيره تاع السمن هكا، نسحقوا معاها الحبه تاع البصل اللي رحيناها بالمغرف قلنا صغيره تاع طوماطيش مصبره، هادوما نخلطوهم ونضيفوا معاهم تاني هاد الطوماطيش اللي قلنا عليها مرحيه. انا ما نضيفوهاش كامل، نضيفو النص الكبير تاعها، نخلو حوالي 2 مغارف كبار. هاهي هاني شحال خليت كيما راكم تشوفوا، ونزيدو نضيفو معاهم التوابل. هنايا في التوابل الحاجه الاولى نبداو بالملح، هاهي درنا نص مغرف صغيره مي معمره مليح هكا. عندنا تاني العكري باسكو المرقه تاعها حتجي حمراء، نديرو مغرف صغيره مي معمره مليح. هنايا عندنا الفلفل الكحل تاني معاهم الفلفل الكحل بس نص مغرف صغيره. دوكا هاد الميلونج هذا كامل نخلطوه مليح حتى يندمجوا، لازم يندمجوا مليح. سمحوا لي نجيب مغرف تاع الحطب بخير، هكا خذنا المغرف تاع الحطب بخير هكا نخلطوهم مليح، لازم حتى يندمج كامل هذا الخليط تاعنا باش نحطو فيه لي فيونط تاعنا يتنكهوا مليح هكا. كي نشوفوه اندمج نضيفوا له اللحم كما قلنا. انا قلت لكم هنا درت البقري، وانتوما واش حبيتوا ديروا وشنو برك. الا درتوا البقري ما نديروش القرفه، ولا درنا لي فيوند واحد اخرين زعما نقولوا دجاج ولا غنمي نزيدوا لها نص عود صغير ولا حاجه باش ما تكثروش يعني من القرفه هكا، ونخلطوهم مليح حتى يندمجوا هكا، حتى يتنقع كامل
في هذا الميلونج. هي من الاحسن هذا يتوجدوه دائما هو الاول، وخلوه يتنقع من بعد باش طيبوه. اذا كنتو مزروبين ما فيها باس، نورمال خدموا عادي. هاهي هاكا قلنا سواء نغطوه كيما راهو ونخلوه يتنقع، سينو دو كيما راهو حنحطوه فوق يعني فوق النار هاديه ونخليه يتقلى مده تاع 15 دقيقه. نروح نحطوه يتقلى من بعد 15 دقيقه نعاودو نولو ونشوفو كيفاش راه. هنا بعد ما جازت لنا 15 دقيقه وهو يتقلى نفتحو عليه هكذا ونشوفو. هنا سمحوا لي الرؤيه راهي هكا على جال لا فابور اللي طلعت لاكا، مي راهي اتضحت الصوره دوكا. نشوفو كيفاش تقلى مليح، اللحم تبدل اللون تاعو. وحاجه دوزيام لي تري امبورطون لازم تكونوا تعرفوها، كيفاش نعرفوا بلي حاجه تقلات لنا، لازم الزيت يطلع لنا للفوق. بعد ما تقلات مليح كيما راكم تشوفوا نمرقوها ب3 دوا فوق اللحم. ما تنساوش بلي هذا اللحم بقري يشد شويه وقت زياده في الطياب. يون بلوس ما تنساوش بلي هذه ماشي لا كوكوط، يعني تم يطيب حيشد شويه وقت كيما قلت لكم. ودوزيامون هذه قدره تعطي تشرب شويه تاع الماء ونخلوه حتى يغلي. هنا بعد ما غلى اللحم يعني طاب لنا حوالي 50% هكا كنقولوا، يعني كاين نبيكيو فيه الموس فوالا فاسيلمون يتبيكا هكا. هنا في هذه المرحله نجيبوا اللوبيا الفصاصه ولا فوالا هذه اللوبيا الفصاصه. بعد ما غسلناها كما قلت لكم وغليناها في الماء والملح مده 10 دقائق. على بالكم بلي اللوبيا في 10 دقائق ما حاش طيب. هنايا نخلطوهم ونخلوها تغلي يعني حتى طيب لنا نص طياب ماشي 100%. هنا بعد ما جاز عليها وقت وهي تغلي وشفنا اللوبيا الفصاصه دخلها الطياب، حنا في هذه المرحله نجيبوا البصل كيما راكم تشوفوا. هنايا البصل هذا كيما قلت لكم من الاول هذا البصل الرقبي قطعته شويه خشين عباكم اللي تمتم يدبال. الا ما كانش عندكم الرقبي يعني ما كنتوش في السيزون تاعو ودرتوا البصل تاع الحبه قطعوها رقيقه فوالا، ونغطوا عليها ونخلوا البصل هذا حتى يذوب يعني يدبال مليح ونعاودو نرجعو. بعد ما جاز وقت نفتحوا عليها شوفوا البصل ديجا راهو كامل داب، اللحم راهو طاب دوكا واحد 80%. هاي اللوبيا راهي طايبه واحد 75%، يعني رانا نروحوا ايطاب باغ ايطاب، يعني ماشي اللحم يدقدق واللوبيا تقعد خضراء ولا العكس. هنايا ضفنا هذوك 2 مغارف تاع طوماطيش ملحيه وزدنا معاها الطوماطيش اللي مقطعه بيدي بعد ما قشرناها ونحينا لها الزريعه. نخلطوهم غير شويه شويه ونغطوا عليهم ونخلوهم حتى يطيبوا ويتجمروا ونشوفوهم كيما راكم تشوفوا في طاوله التقديم. يعني لاصوص تاعهم شوفوا كيفاش جات خاتره، هاد يعني كيف احتاجت عاقده هكا، هذا من البصل اللي داب فوالا. شوفوا الطوماطيش كيفاش طابت، اللحم كيفاش طاب، يعني شهيتكم ان شاء الله في الجنه. سيوها وما حاش تندموا، على بالي بلي حتعجبكم بزاف بزاف بزاف. ومع الاخير ما بقى لي غير نقول لكم اللي راه مجدد معنا في القناه ما تنساوش يعني تدعموا القناه تاعي، واللي راه معنا ابوني ما تنساوناش لي جيم ولي كومونتير. السلام عليكم، في الحصه القادمه مع كويزين دو شيف حليمه.